الغسالة الاوتوماتيك اغلى تقريبا بالضعف عن غسالة الفوق اوتوماتيك. الاوتوماتيك هيجيلها برومة، هيجيلها برومة. فالغسالة الفوق اوتوماتيك بتبقى عنيفة اكتر مع اللبس، فلبسك لو حساس مش هيستحمل الشد ده طول الغسلة. الغسالة الفوق اوتوماتيك مش محتاجة لها قاعدة، هي كده كده رجولها فيها قواعد. بما اني عندي غسالة اوتوماتيك وفوق اوتوماتيك لازم اعمل لكم المقارنه دي. الغساله الاوتوماتيك بتكون الفتحه بتاعتها من قدام، ودي بتكون اصعب شويه لان بعض الناس ظهرها بيوجعها وان هي توطي وان هي تحط او تستخدم الغساله بيكون اصعب شويه، على عكس الغساله الفوق اوتوماتيك وهي بتتفتح من فوق فبيكون سهل جدا ان انت تسحبي او تحطي اي حاجه فيها. كمان لو شغلتي الغساله الاوتوماتيك صعب ان انت تفصليها وتضيفي حاجه، يعني مش سهل خالص، انت لازم توقفي الغساله ولو سحبت ميه لازم تضطري تستني ان هي تفضي الميه والكلام ده كله، فمش سهل بعد ما شغلتيها تضيفي حاجه. على عكس الغساله الفوق اوتوماتيك بتكون اسهل بكتير ان انت تفتحي وتقومي ضايفه الحاجات من فوق بكل سهوله. فبالنسبه لسهوله الاستخدام هي الغساله الفوق اوتوماتيك هي اسهل. بالنسبه للكفاءه، الغساله الاوتوماتيك الكفاءه بتاعتها اعلى لانها اقوى في التنظيف، بس في نفس الوقت بتتعامل مع الهدوم بلطف وتحركهم كده حركه بسيطه ما بتجهدهمش. الغساله الفوق اوتوماتيك حلوه جدا طبعا، بس كفاءتها اقل شويه من الاوتوماتيك وبتشد الهدوم جامد جدا، يعني لو هدومك حساسه الغساله الفوق اوتوماتيك مش هتبقى مناسبه معاكي. فبالنسبه اللي بتنظف اكتر هي الغساله الاوتوماتيك. بالنسبه للميه، الغساله الاوتوماتيك بتستهلك كميه ميه اقل بكتير، الغساله الفوق اوتوماتيك بتسحب ميه كتير جدا. ايوه انت تقدري تتحكمي في كميه الميه اللي انت هتستخدميها، لكن عامه هي بتستخدم ميه اكتر. يبقى النقطه بتاعت الميه تروح للاوتوماتيك. الغساله الاوتوماتيك في منها موفر للكهرباء لو هو انفرتر او حتى A بلس او كده، بتبقى غالبا موفره اكتر للكهرباء بالرغم انها بتشتغل عدد ساعات اكتر. الغساله الفوق اوتوماتيك عن تجربه شخصيه بالنسبه لي برضو ما بتسحبش كهرباء، يعني الاتنين في نقطه الكهرباء دي تمام، انا مش شايفه ان في فرق كبير. طريقه التعامل مع اللبس بتاعك، الغساله الاوتوماتيك بتتعامل مع اللبس بلطف، يعني لو حط حاجات حرير، لو حط حاجات ستان، لو حط حاجات شيفون، بتقدر تتعامل مع الحاجات دي وتتعامل معاها بالراحه اكتر. حتى في اللف بتاع الغساله بتتعامل مع الهدوم بشكل افضل. الغساله الفوق اوتوماتيك بتكون عنيفه شويه في الهدوم، فانت حتى لما بتخلصي، اي حد عنده غساله فوق اوتوماتيك عارف الموضوع ده، اول ما بتيجي تطلعي اللبس بتلاقي اللبس كله لافف حوالين بعضه، ولو في رجول بنطلونات او قطع كده بتاعت التيشيرت بتخش في بعضها وبتلاقي الهدوم كلها متشابكه في بعضها. فالغساله الفوق اوتوماتيك بتبقى عنيفه اكتر مع اللبس، فلبسك لو حساس مش هيستحمل الشد ده طول الغسله. كمان الاوتوماتيك بتكرمش الهدوم بنسبه اقل لانها طبعا احنا قلنا بتلف ازاي، لكن الغساله الفوق اوتوماتيك بتكرمش الهدوم اكتر بكتير لان هما بيطلعوا على بعض كده. فالنقطه بتاعت العنايه بالملابس تروح للغساله الاوتوماتيك. بالنسبه للمسحوق واللي هتقوم عليه خناقه جامده جدا، الناس كلها فاكره ان الغساله الفوق اوتوماتيك ان هي موفره في المسحوق، لا الموضوع ده غلط جدا. هو المسحوق ارخص لكنها عشان بتسحب ميه اكتر مضطره تحطي كميه مسحوق اكتر. تخيلوا ان نقطه المسحوق مش موفره ولا حاجه، يعني تخيلي كده، لا خالص. الغساله الاوتوماتيك بتستخدم مسحوق قد كده، الفوق اوتوماتيك هتحطي قد كده لان كميه الميه اكتر، فالفرق اللي انت وفرتيه في الفلوس حطيتي كميه اكتر من المسحوق. انا بكلمكم عن تجربه شخصيه، انا عندي الاثنين وبكلمكم عن تجربه انا نفسي مستخدماها. بالنسبه لعدد الكيلو بتاعها، انا عندي الاثنين 8 كيلو سواء الاوتوماتيك او الفوق اوتوماتيك. الفوق اوتوماتيك بتاخد اكتر ولكن غلط تحمليها اكتر، لانك لو حملتيها اكتر هيحصل فيها اعطال. فبالنسبه للمساحه بشكل عام الفوق اوتوماتيك بتاخد ال8 كيلو كاملين، او زي ما نقول ال6 كيلو او 7 كيلو كاملين لان لازم نسيب كميه للميه. لكن الاوتوماتيك الحله بتاعتها 8 كيلو اصغر بكتير، مش عايزه اقول لكم النص حرفيا. اللي بتشيل اكتر الفوق اوتوماتيك، ده بالاضافه ان في منها 12 و15 و14 كيلو. لكن الغساله الفوق اوتوماتيك برامجها قليله، ولكن لازم تستفيدي من البرامج بتاعتها، يعني البرنامج بتاع الحاجات التقيله لازم تشغليه لما تكوني حاطه حاجه تقيله في الغساله، ولازم تستخدمي السريع والعصر، كل حاجه لازم تستخدميها فيها. لكن الاوتوماتيك الاوبشن او البرامج بتاعتها اكتر بكتير جدا، فالنقطه بتاعت البرامج هتروح طبعا للاوتوماتيك. الجزء بتاع العصر او التجفيف في الغساله، التجفيف لو الغساله بتاعتك بمجفف فهي هتجفف حلو جدا ايا كانت بقى اوتوماتيك او فوق اوتوماتيك. بس خليني اقول لكم على غساله عاديه عندك في البيت. الغساله الاوتوماتيك لو محملاها وزن او حاجه
يعني كتيره مش بتقدر تعصر. ده غير ان مرات كتير بتطلع الغسيل نص عصره او عصره مش كامله، حتى لو مش متقله عليها احيانا كده بتحس انها مفرهده فما بتعملش ده. لكن الغساله الفوق اوتوماتيك بتعصر اللبس كويس. حاجه كمان، الغساله الفوق اوتوماتيك لو فيها مجفف بتطلع لي الهدوم ناشفه حرفيا نهائي، يعني ما فيهاش اي نسبه بلل، ناشفه ناشفه. نقطه التجفيف هما الاتنين حلوين الصراحه لو فيهم مجفف. بالنسبه للسخن، الغسالات الاوتوماتيك اغلبها بيكون فيها سخن. الفوق اوتوماتيك في منها سخن وفي منها ما فيهاش سخن، وفي منها لازم توصلي لها حنفيه سخن. فطبعا بالنسبه للجزء بتاع السخن يروح للاوتوماتيك طبعا. ده غير ان درجه حراره السخن في الاوتوماتيك بتوصل ل 90 درجه مئويه. بالنسبه للسعر، السعر ده مهم جدا جدا. الغساله الاوتوماتيك اغلى تقريبا بالضعف عن غساله الفوق اوتوماتيك. هتقولوا لي في غسالات فوق اوتوماتيك غاليه، اوكي، بس فيها اوبشن عالي جدا وبتبقى متطوره. انا بكلمك في النورمال العادي، الغساله الاوتوماتيك هتلاقيها اغلى بكتير من الغساله الفوق اوتوماتيك، فالنقطه بتاعت السعر تروح للفوق اوتوماتيك. بالنسبه للصيانه، الغسالات الاوتوماتيك مش اي حد بيصينها، بالاضافه ان حتى شركاتها قطع الغيار بتاعتها قليله. لكن الفوق اوتوماتيك اي حد ممكن يصينها لك، وحتى لو جبت الشركه غالبا قطع غيارها موجوده في كل حته. فالصيانه طبعا تروح للفوق اوتوماتيك. سرعه الغسيل، الغساله الاوتوماتيك بتاخد وقت اكتر بكتير، بالاضافه انها خداعه وكدابه في الوقت على فكره. ده بالنسبه للي عندي، معرفش اللي عندك ايه، يبقى مكتوب لي فاضل 10 دقائق او فاضل نص ساعه والدوره تخلص، وبتقعد اكتر من كده. لكن الغساله الفوق اوتوماتيك دوراتها كلها اقصى حاجه فيها ساعه ونص، ساعتين، ده كده انت اديتي يعني اقصى دوره. لكن ممكن في نص ساعه الغسيل يطلع لك حلو وسريع ومغسول كويس. تعالي بقى للنقطه المهمه، الغساله الاوتوماتيك هيجيلها برومه، هيجيلها برومه مهما حافظتي عليها، هيجيلها بعد عدد سنين اطول. لكن مسيرها ما هيطولها برومه حتى لو بعد 10 سنين وبعد 15 سنه. ده في حاله ان انت حافظتي عليها، ما حافظتيش عليها هيجيلها برومه من اول سنه والله. الغساله الاوتوماتيك لازم تحطي تحتها قاعده من الالمونتال، لان لازم ترفعيها عن الارض، والا البارومه هتاكلها من اول كام يوم. ده بالاضافه ان الجسم بتاعها من بره او الهيكل بتاعها بيكون من المعدن، فالبارومه بتاكله اسرع بكتير. ومش شرط تكون في الحمام، هي لو في الحمام البارومه هتاكلها اسرع، بره الحمام البارومه هتاكلها برده بس ابطا شويه. بالنسبه للغساله الفوق اوتوماتيك مناسبه للحمام، بالاخص لو جبتيها من بره الجسم بتاعها بلاستيك، لان بيكون مش بتاكلها البارومه زي الغساله الاوتوماتيك خالص، بالاخص لو الجسم كله من البلاستيك المقوى، مش محتاجه تجيب لها قاعده. فبالنسبه للهيكل الخارجي طبعا الجزء ده يروح لفوق اوتوماتيك. العصر، الغساله الاوتوماتيك بتتخانق حضرتك، دي ممكن تسيب لك الشقه وتمشي وهي بتعصر. لكن الغساله الفوق اوتوماتيك اهدى بكتير وثباتها اعلى بكتير. هتقولي انا غسلتي اوتوماتيك ومش بتجري، دي حاله، اغلبيه الغسالات الاوتوماتيك بتطلع تجري حرفيا. ده غير ان صوتها عالي قوي. الغساله الفوق اوتوماتيك صوتها اوطى، مش بتجري، هي بتتحرك ولكن مش بشكل عنيف. لكن الاوتوماتيك بصراحه تخسر في موضوع العصر ده بصراحه. بالنسبه للتنظيف، الغساله الاوتوماتيك اصعب بكتير، يعني نقطه التنظيف دي بصراحه تروح للفوق اوتوماتيك، اسهل بكتير. الفلتر قدامك في الغساله بتاخديه كده وعلى طول تغسليه، هي بشكل عام اسهل. حتى الكاوتشه بتاعتها اسهل في التنظيف. الغساله الاوتوماتيك الكاوتشه بتاعتها بتتهبب وبتتطين بطينه، بتبقى صعبه جدا في التنظيف. بالنسبه كمان للفلتر بتاعها صعب الفك والغسيل والتركيب. تعالي بقى اقول لك الخلاصه. طب انا اجيب دي ولا دي يا هبه؟ انت حيرتيني اكتر ما انا محتاره. لا تعالي انا هقول لك تعملي ايه. لو انت لبسك حساس او ستان او بتلبسي حاجات كده بتخافي عليها، يعني احنا كلنا بنخاف على لبسنا طبعا. في حد طبيعه لبسه بتبقى حساسه، بيلبس حاجات ستان شيفون الحاجات دي، فدي مش حلوه خالص. الغساله الفوق اوتوماتيك هتبوظها لك، ومع الوقت في الشد هتلاقيها اتقطعت ونسرت. لكن لو انت عندك اطفال ومحتاجه غسيل سريع ونضيف وفي نفس الوقت مش بياخد وقت كبير، ولبسك اغلبه قطن وحاجات مش هتتقطع مع الشد او كده، هتبقى قويه شويه، يبقى خليكي في الفوق اوتوماتيك. اكتبي لي في الكومنتات عايزه المقارنه وانا هبعتها لك مكتوبه عشان تقرري وتفكري براحتك. متنسيش لايك وسبسكرايب وشير كتير للفيديو ده، ومنشن طبعا لصاحبتك في التعليقات اللي محتاره تجيب اوتوماتيك ولا فوق اوتوماتيك.